النهارده بقى هعمل معاكم الكفته المشويه. مفيش عزومه بتخلى من الكفته، بس احنا دايما بنخاف ان هي بتطلع مكتومه وكمان بتكش مننا جدا. هعملها معاكم بطريقه هشه جدا ومش هتكش خالص. معايا نص كيلو من اللحمه المفرومه، عليها معلقه كبيره من الليه، ونزلت ببصلايه مبشوره اخدت التفل بتاعها بس من غير الميه. البهارات بقى: معلقه صغيره من الملح والبيكنج باودر ونص معلقه من الفلفل الاسود والسبع بهارات، بس كده. لو ما عندناش ليه هنستخدم معلقه سمنه بلدي. هنا بقى اخدت كيزرايه تكون بايته او رغيف فينو، هنشيل الوش بتاعه وهنحط 4 معالق ميه لحد ما يبقى عجينه معايا. ده مهمته ان هو هيخلي الكفته بتاعتنا ما تكشش خالص خالص خالص. بس ده طبعا اختياري. هعجن في الكفتة بتاعتي لحد ما تعمل معايا خيوط. فضلت اعجن فيها لمدة 10 دقايق. بعد كده عملت فيها كده حفرة، وهنزل بفحمية مع رشة زيت، وهكتم الكفتة بتاعتي تطلع الدخنة بتاعتها بقى كده منها فيها. عايزة اقول لكم ده السر، ان الكفتة بقى من جواها بتبقى نفس طعم المشوية بالظبط. بجد هتجربوا الطريقة دي، خطيرة، هتعجبكم جدا وهتنجح معاكم من اول مرة. المرحلة دي بقى انا مسخنه الفرن بتاعي على درجه حراره 200. حضرت صينيه دهنتها دهنه من الزيت، وبشرت طماطميه، واخدت ميه البصل اللي اتبقت من البصله المبشوره، حطيت عليها رشه ملح وفلفل اسود، وبدات اصبع على السيخ. نقدر نصبع على عيدان الشيش طاووق او ظهر معلقه. تمام كده. عايزه اقول لكم ان الكفته زي ما هندخلها زي ما هتخرج بالظبط، مش هتكش نهائيا. النص كيلو هنا عمل معايا 11 صابع. دهنتها بقى ليا، سيحت حته ليا ودهنتها. لو ما عندناش ليا نسيح معلقه سمنه بلدي وندهنها، بتدي نكهه وريحه رهيبه. قعدت في الفرن من تحت 10 دقايق عشان تتشمع، وبعد كده هحطها على الشبكه بتاعتي من فوق لمده 25 دقيقه. هتاخد معاكي اللون الذهبي ده وهتبقى تحفه وهتستوي. ما تطولوش عليها في الفرن قوي عشان ما تنشفش منكم. وحضرت بقى طبق فيه بصل عليه ملح وفلفل اسود، ويا سلام لو في بقدونس كمان. شايفين الكفته زي ما دخلت زي ما خرجت؟ هتطلع معاكوا هشه وجميله وتجنن، جنب شويه بطاطس محمره وعيش بلدي سخن كده، وهتاكلوا احلى كفته. شايفين الكفته طريه جدا من جوه؟ شايفين الهشاشه؟ هتعجبكم جدا. هستنى بقى رأيكم في الكومنتات. ولو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي عزة ودي قناتي. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. ولو وصلتوا لنهاية الفيديو، بجد شكرا جدا جدا على دعمكم ليا. ما تنسوش بقى تجربوا الوصفة، وتجربوا البطاطس المقرمشة التحفة دي وسلطة الطحينة، وتقولوا لي ايه رأيكم ان شاء الله في الكومنتات. اشوفكم بقى في فيديو جديد.